انا ممكن اعتزل الرسم. من كام يوم بالظبط نزلت اسك على الانستجرام وكتبت فيه اسالوني اسئله كان نفسكم تسالوهاني من مده او من فتره كبيره، وبصراحه ما شاء الله جالي تفاعل كتير جدا 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 لا احسد عليه طبعا، وثلاثه بس اللي علقوا لي على الاسك ده. والله اني حزين، والله اني حزين، والله اني حزين. حرام يا دنيا مش كده، كتير عليا كل ده. طيب نرجع تاني. فانا هعرض لكم هنا الثلاث اسكات او الثلاث تعليقات المؤاخذة. طيب انا هعرض لكم هنا الثلاث تعليقات اللي جولي على الاسك ده، واللي هما اول واحده كتبت لي بتقول لي طبعا اسمها الاول مي صالح، مي صالح او ميا صالح، يا رب سامحيني يا استاذه، انا والله العظيم في الانجليزي زفت الزفت. يمكن انا اصلا واخد اسمي اللي انا كاتبه ده من مترجم، يعني مش لازم نوضح نفسنا يعني. طيب خلينا في السؤال دلوقتي. بتقول لي سؤال: كيف خلي رسمي احترافي بدون تعقيدات؟ طيب بما انك سألتيني السؤال ده فانا احييكي، لان بصراحة مفيش حاجة اسمها رسم احترافي من غير تعقيدات. اكون صريح معاك بالصلاة على النبي كده صلى الله عليه وسلم، مفيش رسم احترافي من غير تعقيدات. ده رأيي انا وتجربتي انا في الرسم. الرسم محتاج مدة طويلة، محتاج تدريب كبير. بس لو انت عايزة تلخصي ده كله، طبعا لان انا عارف ان المبتدئين او المتوسطين مش بيحبوا ان هم او مش بيطولوا اصلا في الرسمة، هو بالكتير قوي ربع ساعة نص ساعة وبيقوموا. بس بصراحة لو انت عايزة يعني تتعب شوية بس تطلع نتيجة محترفة ومش هتاخد منك وقت، هي ساعة بس بالظبط. بالنسبة للأوتلاين فهي طريقة المربعات. طبعا أنا عارف كتير إن معظمكم أو كلكم أصلا مش بترجحوا طريقة المربعات، بس بصراحة أنا لقيت نفسي فيها ولقيت مستوايا ولقيت أو الاحتراف اللي أنا كنت عايزه في طريقة المربعات. اما بالنسبه للتظليل فانت لو حابه حد محترف يعلمك تظليل، التعليق على الخاص على الانستجرام برضو. طبعا تابعوني على الانستجرام، تعليق على الخاص على الانستجرام بما انك انت اسرع على الخاص تعليقي عندي على الخاص على الانستجرام، وانا هبعت لك اتنين دول اللي علموني التظليل باحتراف. وبس كده، ده كان اجابتي على السؤال ده. طيب السؤال التاني من ابراهيم التاك، يا رب اكون قلت اسمك صح. بيقول لي: انت من قلبك بتحب الرسم ولا كتسالي؟ يعني بتسلى بالرسم ولا انا اصلا بحبه؟ بص يا ابراهيم، بصراحه ما اكذبش عليك، انا من السنه اللي فاتت بالظبط لحد السنه اللي فاتت انا كنت بموت في الرسم وكنت بحب الرسم. بس انا دلوقتي كبرت، ما بقتش نفس هو الصغير، ما بقاش عندي وقت، وفي نفس الوقت لقيت ان الرسم في مصر هنا مش بيوكل عيش ومش بيفتح بيت، وبالذات انا شاب داخل على فتره جواز وفتره يعني محتاج يعني فلوس وكده، يعني مش لازم لا اله الا الله مدغوري بقى. الرسم من وجهة نظري انا مش هيعيشني في المستوى او الليفل اللي انا عايز اعيش فيه من ناحية كليفل مال وكده ومادة او فلوس. بس هو الرسم انا بحب الرسم، وبصراحة الاتنين بحبه وفي نفس الوقت بتسلى بيه، لان اصلا انت ما بتحبش الحاجة دي الا لما اذا كانت بتسليك. فدي كانت اجابتي على السؤال ده. طيب السؤال الثالث والاخير واللي هو بيقول، واللي هو اصلا اسمه ام دي 2 شرطة 007، معرفش اسمك ايه، ده اللي كان مكتوب قدامي. بيقول لي: مدامك في مجال الرسم وتحب ترسم، هل عندك هدف او غاية تريد؟ بصي انا او بص غايتي اصلا في البداية خالص ان انا كنت هسافر بلاد بره. آه، ثواني يا جدعان مش الدبان ده. طب نرجع تاني. انا كان غايتي وهدفي ان انا هسافر بلاد بره زي مثلا ايطاليا، زي امريكا، زي الكلام ده كله، وبحيث ان انا اشتغل هناك واعمل شغل بالدولار بالنسبه للرسم. لكن بصراحه لقيت اصلا ان انت عشان تسافر بره انت محتاج راس مال كبير اصلا، فدي في حد ذاتها آه، عاقبه او مش حاجه يعني. انا اصلا عايز الراس مال اصلا، اللي انا لو معايا الراس مال ده مش هطلع بره. يعني مثلا دلوقتي عشان انت تسافر ايطاليا محتاج مثلا في سكه مليون جنيه، طب انا لو معايا مليون جنيه انا هسافر بره؟ لا اصلا. فدي الفكره. انما كمستقبل وكده بصراحه من غير ما اكدب عليكم انا ممكن اعتزل الرسم. فمش واخد القرار ده بنسبة 100% حاليا، ممكن مثلا بنسبة 60%. بعتذر طبعا للمرة ال50 على ان لو في دبان، لان انا ما عنديش بقى رسول. لا مؤاخذة لا مؤاخذة.
لكن انا بصراحة مش واخد الفكرة دي بنسبة 100%. ممكن يعني نص بيقول لي بطله، ونص التاني بيقول لي لا خليك في الرسم، لان ده الناس حباك على كده، ودي مسيرتك اللي انت اصلا من طفولتك كان نفسك تبقى رسام محترف، فمش هينفع اصلا ان انت على ما توصل للمستوى ده تسيب الرسم. فبس كده، ده كان ردي على الثلاث اسئله اللي جات لي. ولو حابين اعمل جزء تاني اكتبوا لي تحت في التعليقات. طبعا عارف ان مفيش ولا تعليق هيجيلي كالعاده يا ساده، رجعت ريما لعادتها القديمه، ما هنعمل مفيش. فانت لو وصلت معايا لحد هنا دوس لايك يا صديقي، واعمل متابعه للفيديو، واشوفك على خير في الفيديو الجاي. سلام.